بلاغ الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الذي يأتي عشية انطلاق منافسات الشان أورد أن إدارة الجامعة لم تتوصل بالترخيص النهائي من طرف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم للتوجه إلى الجزائر عبر الخطوط الملكية المغربية الناقل الرسمي للمنتخبات الوطنية، ما ترتب عنه تعذر سفر المنتخب الوطني إلى مدينة قسنطينة الجزائرية من أجل المشاركة في البطولة الإفريقية للاعبين المحليين المقامة ما بين 13 يناير و4 فبراير للدفاع عن لقبه الذي أحرزه في الدورتين الأخيرتين. بلاغ الجامعة ذكر أن المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم كان قد أكد خلال الاجتماع الذي عقده يوم 27 من دجنبر الماضي على ضرورة سفر المنتخب الوطني إلى الجزائر على متن الخطوط الملكية المغربية، مشيرا إلى الطلب الذي كانت قد تقدمت به الجامعة يوم 22 من دجنبر إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم باعتباره الجهاز المسؤول عن تنظيم بطولة إفريقيا للاعبين المحليين من أجل الحصول على ترخيص لرحلة جوية عبر الخطوط الملكية المغربية من الرباط إلى قسنطينة. وقامت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم يضيف البلاغ بإشعار الكاف بمسار الرحلة المغربية والإحداثيات من أجل الحصول على الترخيص النهائي لرحلة الخطوط الملكية المغربية من الرباط إلى قسنطينة، وهو ما يتماشى مع بنود دفتر التحملات لاستضافة البطولات الإفريقية التي تنص على تسهيل ظروف المنتخبات المشاركة. البلاغ أوضح كذلك أن الجامعة واصلت تحضيراتها من أجل مشاركة المنتخب الوطني في هذه المنافسة القارية ببرمجة تجمع إعدادي للنخبة الوطنية بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة في الفترة ما بين 6 و10 يناير الجاري، تخللته مباراتان وديتان أمام منتخب إثيوبيا.